بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخوتي أخواتي ورحمة الله وبركاته، ونسأل من الله العلي القدير أن يعجل لوليه الفرج ويشملنا وإياكم برأفته ورحمته، ويرزقنا شفاعتهم في الآخرة وزيارة المولى أبي عبد الله الحسين في الدنيا، ويحفظكم ويرعاكم ويمن عليكم بالصحة والعافية والتوفيق لصالح الأعمال وقبولها بأحسن القبول. يشافي اللهم مرضاكم، يقضي حوائجكم للدنيا والآخرة ببركة وشفاعة محمد وعترته الطاهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا اليوم وهو يوم مبارك، يوم الجمعة، وكما ذكر عن رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم فيه صلاة. هذه الصلاة وقتها أخوتي أخواتي ابتداء من طلوع الفجر إلى ما قبل صلاة المغرب، في أي وقت تصليها من هذا النهار. نيتها: نويت أصلي صلاة يوم الجمعة قربا إلى الله تعالى. الصلاة ركعتين، في الركعة الأولى تقرأ في كل ركعة تقرأ فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي 3 مرات. تريد تكتفي بالآية الأولى، تريد إلى وهم فيها خالدون. فاتحة الكتاب مرة، وآية الكرسي 3 مرات، وقل هو الله أحد التوحيد 3 مرات. وهذه الآية المباركة مرة واحدة من سورة الحشر، آية 21 من سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه مرة واحدة في كل ركعة. هذه الصلاة وصية رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة الزهراء عليه السلام ولأمير المؤمنين، وهي لقضاء الحوائج المتعسرة إن شاء الله. اللي عنده حاجة مستعصية، عنده مريض يطلب ذرية، يطلب الشفاء، يطلب التعيين، يطلب الزواج، إن شاء الله بهذه الصلاة تنفتح أبواب السماء وتتحقق وتقضى حاجته إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.